فيديو النهاردة زي ما شفتوا كده في العنوان بتاع الفيديو هنعمل ايه بالظبط مع مادة الانجليش، وهنتعامل ازاي مع ورقة الاجابة عشان نضمن ان احنا نقفل المادة دي. فكمل الفيديو للاخر، وما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس الاحمر اللي تحت، وتعملي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب. ويلا بينا ندخل في الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده وهي كراسه الاجابه. كراسه الاجابه هي مش معايا تمام، بس انتوا امتحنتوا امتحان اللغه العربيه، وهي يعني شفتوا الشكل بتاع الكراسه بتاعه الاجابه اللي انت بتجاوب فيها وكده، وهي عباره عن كراسه عادي كانه ورق فلوسكاب يعني. تمام، مفيش غير اللي هو الخلفيه بتاعتها بتبقى مكتوب فيها الاسم ورقم الجلوس والحاجات دي اللي بيبقوا طالبينها منيكم. فالموضوع يعني سهل، مفيهوش اي مشاكل باذن الله. وانتوا شفتوا الورقه واكيد يعني خلاص يعني شفتوا النظام بتاع الورقه ازاي وهتجاوب فيها ازاي. بس طبعا الورقه اللي انت شفتها دي في امتحان اللغه العربيه هي نفسها اللي هتمتحن فيها في كل امتحان، هي نفسها اللي هتستلمها. تمام، عشان ما تفتكرش ان انت هتستلم ورقه تانية وكده، لا هي نفسها هتجاوب فيها في كل امتحان. تمام، ففي حاجات كده هنتكلم عليها او شويه ملاحظات هنتكلم عليها في كراسه الاجابه دي. انت هتعمل ايه في كراسه الاجابه عشان ما تنقص درجات، لانك ممكن تكون حلل كويس ولكن رغم الحل اللي انت حله بتلاقي نفسك ناقص درجات. طب ايه السبب؟ او انا ناقص ليه؟ ما ببقاش عارف. او بتلاقي نفسك جايب درجات مش كويسه رغم ان انت حلل ومتاكد من الاجابات بتاعتك. فهنتكلم على حاجات ممكن فعلا 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 تنقصك، علشان المصحح اللي بيصحح هو برضو بياخد باله من الحاجات دي، او الحاجات دي بتبقى حاجات اساسية لازم يلاحظها في الورقة بتاعة الطالب وبيصحح على اساسها. تمام، او بتبقى ركن اساسي يعني من توزيع الدرجات والحاجات دي، فانت لازم تاخد بالك منيها عشان ما تقعش في الاخطاء دي. في اي امتحان بقى، مش شرط الانجليش بس، لا اي امتحان انت لازم تاخد بالك من الاخطاء دي، ولازم يعني تعود نفسك عليها في الامتحانات عشان ما تنقص في الدرجات. اول حاجة كده هنتكلم عليها، انت اول ما بتستلم ورقة الاجابة، انت طبعا لما كنت في امتحان اللغة العربية الورقة، انت لما بدأت تحل في كراسة الاجابة يعني كنت بتكتب من اليمين. تمام، فانت طبعا عشان ده امتحان انجليش، فطبعا الكتابة بتبقى من الناحية الشمال، سواء الكتابة او عموما هي الكراسة. انت يعني لو افترضنا ان انت معاك كراسة عادية مش في الانجليش بتكتب من الشمال. تمام، يعني ما بتجيبش العدلة بتاعت الكراسة، لا بتقلب الكراسة وبتكتب من الشمال. فدي اول حاجة لازم تاخد بالك منها، ان انت مش هتكتب من اليمين، لا انت هتكتب من الشمال. تمام تمام. دي كانت اول حاجة. تاني حاجة بقى، خلاص انا دلوقتي استلمت ورقة الاجابة وخلاص بكتب من الشمال. تبدأ ان انت تسطر كراسة الاجابة دي تسطير كده منظم وحلو بالمسطرة وبالقلم الرصاص، عشان التسطير فعلا 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 لما المصحح هيشوف الورقة بتاعتك اصلا منظمة ومسطرة وخطك جميل وحاجات كده هنتكلم عليها يعني شوية لقدام في الفيديو، فهو هيديك الدرجة. احتمال اصلا ان هو اصلا ما يبصش على اجاباتك سواء الاجابات دي مظبوطة ولا مش مظبوطة، لكن تنظيمك للورقة وخطك الجميل والتسطير والحاجات الحلوة اللي انت هتعملها في الورقة ممكن يعني يخلي المصحح يتغاضى عن اخطاء كتير انت ممكن تكون غلطان فيها في الورقة. تمام، فحاول ان انت تسطر كده الورقة قبل ما تبدأ، كده تسطر كذا ورقة كده بحيث ان انت هتحل فيهم. تمام، ولما تيجي تحل حاول ان انت تكون منظم في الاسئله، في ترقيم الاسئله في الاجابه بتاعت الاسئله. انت طبعا ممكن هتكتب الاجابه على طول، ان مش عايزين تضيع وقت فهتكتب الاجابه على طول. الاجابات اللي انت هتكتبها حاول ان انت تكون منظم فيها وتسيب سطر ما بين كل اجابه والتانية، عشان الكلام ما يبقاش داخل في بعضه كده وتبقى الدنيا عكه. تمام، وعشان المصحح يعرف يقرا اصلا الكلام اللي انت كاتبه، اللي انت حاول ان انت يكون في مسافة ما بين كل كلمة والتانية. تمام، عشان المصحح يعرف يقرا الكلام بتاعك حاول ان انت يكون في اصلا مسافات صغيرة جدا 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 ما بين كل حرف والتاني، عشان برضو يبقى في تنظيم في الكتابة بتاعتك. حاول ان انت يكون خطك جميل. عارفة ان في ناس كتير جدا خطها مش حلو. تمام، بس فانت لازم خطك يكون جميل. طب لو انا خطي مش كويس اعمل ايه في الحالة دي؟ تمام، خطي انا مثلا مش بيتقري،
يعني في طلاب خطوطها المصححين اصلا مش بيعرفوا يقروها. طب انا اعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي انت مضطر ان انت تبعد الكلمات عن بعض وتبعد الحروف عن بعض عشان المصحح اللي بيصحح يعرف يقرا الكلام اللي انت كاتبه على قد ما يقدر، بحيث ان هو اصلا ما يلغيلكش السؤال خالص ولا ما يشطبش عليه ولا ما يحسبهولكش خالص. فحاول ان انت تبعد على قد ما تقدر ما بين الكلمات وما بين الحروف، وما تكونش كل حاجه لازقه في بعض، عشان يعرف هو يقرا او يعرف ان هو يجمع حتى كام اجابه من الحاجات اللي انت كاتبها عشان يديك عليها درجات. تمام؟ ده لو انت خطك وحش خالص 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 يعني، ومحدش بيعرف يقراه غيرك. تمام؟ او انت اصلا يكاد كمان انت ممكن ما تكونش بتعرف تقرا خطك بعد ما بتكتبه، فدي مشكله كبيره جدا جدا. يعني انت ما تكونش بتعرف تقرا خطك وعايز حد تاني يقرا لك الخط ده، او المصحح يقرا الخط، فطبيعي جدا هو مش هيديك درجه. تمام؟ فلازم انت تكون منظم وخطك جميل والكراسه بتاعتك متسطره كويس، وما يكونش الورقه بتاعتك مدعوكه وفيها شخابيط كتير. حاول ان انت الورقه بتاعتك تكون نظيفه، يعني ما تشخبطش كتير في الورقه. طب انا غلطت في حاجه وخلاص عايزه امسح الحاجه دي، امسحها ازاي؟ اعمل عليها شرطه او غلط اكس وخلاص. ما تشخبطش، يعني ما تدوسش على القلم وتشخبط جامد كده، بحيث ان الورقه تبقى نظيفه زي ما هي. حتى لو انت شخبطت شخبطتين صغيرين كده او خطين مش هيبانوا ما بين الزحمه. تمام؟ لكن لما تشخبط كتير 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 على الحاجة اللي انت كاتبها، تشخبط كتير 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 لدرجة ان اصلا ممكن تخرم الورقة او تعمل علامات في الورقة، فدي حاجة مش لطيفة خالص. والمصحح لو شاف الورقة بتاعتك فيها شخابيط كتير صدقني هينقصك درجات كتير جدا جدا جدا. ورغم ان انت ممكن تكون اصلا كاتب كويس وحلل كويس، لكن هينقصك على الشخابيط وعدم تنظيم للاسئله وعدم تنظيم الورقه والنظافه بتاعت الورقه والحاجات دي كلها، فهينقصك عليها كتير. كمان في حاجه مهمه عايزين نتكلم عليها، وهي الباراجراف. انت وبتكتب الباراجراف حاول ان انت تهتم كويس جدا بخطك، كويس جدا بالقواعد بتاعتك، كويس جدا بالمسافات ما بين كل سطر والتاني، والتنظيم برضو، وان انت تسيب مسافة بادئة. في حاجة اسمها مسافة بادئة، انا مش عارفة اذا كان انتوا عارفينها ولا لا، بس انت لازم تسيب مسافة بادئة في اول الباراجراف. تمام؟ لازم كمان تهتم كويس جدا بعلامات الترقيم بتاعت كل جملة، عشان ده فعلا بيفرق جدا 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 مع المصحح، وبيوريه قد ايه انت بتعرف تكتب باراجراف كويس. حاول ان انت يكون عندك تنظيم للجملة بتاعتك. حاول ان انت تهتم كمان ب كتابة الجملة بتاعتك، يعني تبدأ بفاعل، بعد كده فعل، بعد كده مفعول به، لان ده هيفرق معاك. وكمان حاول ان انت تكتب جمل يكون ليها معنى، مش تكتب جمل كده وخلاص، لان المصحح اللي هيصحح مش هيبص على الكم اللي انت كاتبه، او مش هيبص على الكلام اللي انت كاتبه. هو هيبص على انت وصلت له ايه من خلال الباراجراف ده. هل انت وصلت له الهدف اللي هو عايزه، او المعنى، او الحاجة اللي عايزك تتكلم عليها بالكلام اللي انت كاتبه ولا لا؟ يعني هو مش هيبص في حاجات كتير ممكن يتغاضى عنيها، انت تكون فاكر ان هو مثلا بيبص لها، ولكن هو مش بيبص لها. لكن اهم حاجة عنده انت عرفت توصل له معلومة كويسة من الباراجراف اللي انت كاتبه، او فهم الباراجراف بتاعك، او سياق الجملة، او القواعد بتاعتك، او علامات الترقيم اللي انت هتكتبها. دي كلها حاجات بتهم المصحح، فحاول ان انت تهتم بيها كويس جدا جدا، وما تهملش الجزء ده، لان ممكن ينقصك درجات كتير في الباراجراف، واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين يعني محتاجين كل درجة. فحاولوا ان انتوا كده ايه تاخدوا بالنصايح دي، لانها هتفرق معاكم جدا جدا جدا. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوفقكم وتجيبوا درجات عالية كده يا رب، وتطلعوا من الامتحانات مجبورين الخاطر. وكمان كمان كمان نصيحة اخيرة، ان انت في اي امتحان حاول ان انت تبقى في حالك وفي حال نفسك. تمام؟ هتلاقي ان في اصحاب سوء كتير كده في اللجنه، فحاول ان انت تبعد عنيهم. حاول ان انت تكون في حالك وفي حال نفسك، وما تغشش وما تغشش. تمام؟ يعني انت ولا تغش ولا تغشش ولا تغش ولا تغشش حد، لان ده بيفرق. لان اصلا الحاجات دي يعني بصراحة انا لما كنت يعني واجهت حاجات زي كده كتير. فحاول ان انت ما تعملش اي حاجة من الحاجات دي. حاول ان انت تاخد جنب كده لوحدك،
الجنب ده يعني انت ما تبصش لحد، ما تلفتش نظر المراقب اللي هو بيدور حواليك يعني في اللجنة، ما تلفتش نظره، لان لو لفت نظره ده هيعود بالسلب عليك، واحنا مش عايزين كده. تمام، عايزين نبقى في حالنا بنحل لوحدينا بمجهودنا. الاجابات اللي احنا عارفينها ما نحاولش نصححها باجابات حد تاني خدناها منه. تمام، لان طبعا اجابتك انت ممكن تكون صح، طالما انت متاكد من الاجابه بتاعتك ما تحاولش تغيرها لاي سبب من الاسباب، لان ده ممكن يكون سبب في ان الاجابه اصلا اللي انت خدتها دي من شخص تاني او من اي حد في اللجنه يعني معاك تبقى غلط، وفي الوقت ده انت هتندم ندم عمرك لو طلعت الاجابه دي غلط. فحاول على يعني عارفين لو انت حليت كام سؤال غلط منك انت، يعني انت خلاص انت حليتهم غلط، فهتقول يعني الحمد لله اللي حصل حصل وخلاص، قدر الله ما شاء فعل، وانا اللي حليتهم غلط وده كان بمجهودي. لكن انت لو اخدتها من حد صاحبك وهو حللها غلط وانت حليت على حل وطلعت الاجابه غلط، كده انت هتلوم نفسك على ان انت خدتها منه، دي اول حاجه، وهتلوم نفسك على ان انت غشيت، وهتلوم نفسك كمان على ان الاجابه غلط ومش صح. تمام، فاحنا مش عايزين الحاجات دي كلها تحصل. فحاول ان انت تستهدى بالله كده، وما تعتمدش على حد الا على ربنا، ثم عليك وعلى ثقتك بنفسك وعلى الاعتماد على نفسك في الحل. تمام، وان شاء الله ربنا هيكرمكم، وما تقلقوش وما تخافوش. وعايزه اقول لكم ان التوتر والخوف ما هو الا بيبقى في اول لجنه من لجان الامتحان، لكن بعد كده بيروح. وطبيعي جدا اصلا ان انت تخاف وتتوتر، لكن يعني اول يوم او تاني يوم كده في اللجنة بعد ما امتحنت وخلاص كده هتحس براحة، وهتحس ان انت ارتحت شوية وخلاص اتعودت على مود الامتحانات. ما تجلكش خالص من الموضوع ده، وان شاء الله خير. وبس كده، باي.